أصحابي البايكر، صباح الفل عليكم. كتير قوي بيسألوني عن تعديلات الكهرباء أو الأنوار اللي أنا عاملها في السكوتر. فتعالوا كده أوريها لكم. زي ما أنتم شايفين كده أنا مركب جوز فوجات. تمام. طبعا لأن المارينو معروف إن هو الإضاءة بتاعته مش أحسن حاجة، خصوصا كمان إن أنا يعني مخلي العدسات سودة. فمركب من فوق زي فوجات كده. تمام. والفوجات ديت بصراحة مأدية أحلى يعني غرض على الطريق بصراحة. ومركب طبعا الفوج العالي دوت اللي هو لونه أصفر. تمام. ودوت برضو عشان يبقى إيه كشف الطريق لمسافة تكون طويلة. تمام. ديت بالنسبة لتعديلات الأنوار اللي أنا عاملها. طيب الفوجات ديت أنا موصلها على إيه؟ أنا موصلها على الكونتاكت، على مفتاح الكونتاكت اللي هو بيبقى موجود في الصدر بتاع السكوتر، ودوت علشان ان انا ما احملش على البطاريه وما ازودش جهد طبعا على البطاريه، وما الاقيش ان البطاريه بقى كل شويه تنام، او حتى انك تلاقي مثلا ان الفوجات نفسها بتبوظ بعد فتره. فالافضل ان انت توصلها على الكونتاكت وتعمل لها ايه بقى. بص كده انا اعمل لها ايه، تعال نشوف مع بعض. انا اعمل لها هنا زرار خاص. تمام. سيبك بقى من كل زراير السكوتر، لا انا اعمل لها زرار خاص كده، واطي وعالي، وكمان يقدر يشتغل من هنا ايه رعاش. وطبعا الاضاءه بتاعتهم ما شاء الله عليها قويه جدا، هتكشف لك الطريق، بالاخص اللي هو الفوج الاصفر اللي انا وريته لكم في الاول. ديت كانت يعني تعديلات الادوار اللي انا عاملها. استنوا الفيديو الجديد بتاع التعديلات اللي انا عاملها في الكلاتش الخلفي وبكر السحب. ارجو تكونوا استفدتم يا شباب. الف شكر.